بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله سنه اولى هنحل الدرس الثاني من كتاب العلوم المتكامله. ماشي. اول سؤال: قابليه الماده للانسياب وعدم اتخاذها شكلا ثابت. دي الماده اللي هي في حاله انسياب وملهاش شكل ثابت دي بنسميها من الموائع، والموائع دي اللي هي منها الماده السائله والماده الغازيه. يبقى الاجابه عندنا اللي هي الاجابه ج. طب من وحدات قياس الكثافة، هي الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. الكتلة وحدة قياسها الجرام والحجم سنتيمتر مكعب، يعني وحدة قياس الكثافة المفروض جرام على السنتيمتر مكعب. ماشي. طيب هنا جايب لي ان على المتر سالب 3. ان دي اللي هي النيوتن، دي لا غلط. طب جرام على المليمتر مكعب سالب 1. هو احنا عشان نحول السنتيمتر مكعب هو المفروض نحول ممكن الجرام تبقى كيلو جرام والسنتيمتر مكعب تبقى متر مكعب. ماشي. دي غلط ودي غلط، دي اللي هتبقى صح. ليه بقى؟ احنا ممكن نحول الجرام زي ما هو، ممكن نحول السنتيمتر مكعب للتر. ماشي. واللتر المفروض اللي هو بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. طب لو عايزين نحول اللتر نقسم على 1000 فيدينا على لتر أس سالب 1. طيب في الشكل المقابل اسطوانتان مصمتتان من نفس المعدن، نفس المعدن، ولهما نفس القطر واحداهما اطول من الاخرى، دي اطول من دي، عند نفس درجة الحرارة. الاتنين عند نفس درجة الحرارة. هو ايه اللي عند نفس درجة الحرارة؟ ليه؟ عشان الكثافة هنا في الحالة دي ثابتة. ماشي. بيقولك فإن الكمية المتساوية للاسطوانتين هي ايه اللي متساوي عند الاسطوانتين دول؟ الكتلة طبعا لا، هنيجي نوزن الكتلة نلاقي دي كتلتها اكبر من دي. ماشي. الحجم طبعا الحجم ده اكبر من حجم دي. الوزن وزن دي اكبر من وزن دي. انما الحاجه المتساويه هنا الكثافه. الكثافه متساويه طالما المادتين عند نفس درجه الحراره حتى لو كان الحجم بتاعهم مختلف. في تجربه لقياس مدى التلوث في مياه حمام سباحه اخذت عينتان A و B في نفس التوقيت من حمام السباحه. حجم العينتين 10 سنتيمتر مكعب و40 سنتيمتر مكعب على الترتيب. فإنه من المتوقع أن تكون نسبة كثافة الماء في العينة B إلى كثافة الماء في العينة A. احنا لسه قايلين إن عند نفس درجة الحرارة بتكون الكثافة ثابتة. كثافة ثابتة. هو قال لك هنا أخد العينتين في نفس التوقيت من حمام السباحة، يعني هو أخدهم الاتنين في حالة سائلة وعند نفس درجة الحرارة. حتى لو اختلف الحجم ما يفرقش معانا، الكثافة هتكون ثابتة بالنسبة للعينتين، يعني الكثافة هنا 1:1. الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين الكثافة للماء النقي والكتلة لعينات منه عند درجة حرارة 50. يعني أخدت كذا عينة من المية والعينات دي كلها عند درجة حرارة 50. أنا قايلة عند نفس درجة، مادام المادة موجودة في كذا حالة عند نفس درجة الحرارة فكثافتها ثابتة، فمعنى كده إن هي ثابتة اللي هي الإجابة ج. إذا علمت أن الكثافة النسبية للزئبق أكبر من الكثافة النسبية للكحول. ويعني إيه الكثافة النسبية يا ولاد؟ الكثافة النسبية هتساوي كثافة المادة على كثافة المية، على كثافة المية. ماشي. اللي هي الرو ريلاتيف ايكوال رو ماتيريال على الرو ووتر. ماشي. بيقولك هنا إذا علمت أن الكثافة النسبية للزئبق أكبر من الكثافة النسبية للكحول عند نفس درجة الحرارة. هو بيقولك الاتنين عند نفس درجة الحرارة، بس وجدنا أن كثافة ده اللي هو الزئبق أكبر من كثافة الكحول، فإن نسبة كتلة 1 سنتيمتر مكعب من الزئبق إلى كتلة نفس الحجم من الكحول. بصوا يا ولاد، هي الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. ماشي. أو الرو ايكوال ام ديفايدد باي في. ماشي. العلاقة بين الكثافة وبين الماس علاقة طردية، يعني لما دي بتزيد دي بتزيد، لما دي بتقل دي بتقل. إنما العلاقة بين الكثافة وبين الحجم علاقة عكسية. ماشي. طب هنا بيقول لك ان الكثافه بتاعت الزئبق اكبر من الكحول والاتنين كتلتهم قد بعض. ماشي. بيقول لك هنا فان نسبه كتله 1 سنتيمتر مكعب الى كتله نفس الحجم من الكحول تكون ايه بقى؟ المفروض يا اولاد بما ان كثافه الزئبق اكبر من كثافه الكحول، ماشي، يبقى اكيد كتله الزئبق اكبر من كتله الكحول. ماشي. يعني هنا يقول لك الكتله هنا تكون اكبر من الواحد، الزئبق اكتر من الكحول. ما دام ده اكبر، ده الكتله بتاعته اكبر من ده، يبقى ده كثافته اكبر من ده برضه، لان الكثافه بتتوقف على الكتله وعلى الحجم. طيب السؤال اللي بعده: بيقول لك هنا كميتان مختلفتان
من الماء تم قياس درجة حرارتهما باستخدام ترمومتر. مسكنا هنا لقينا درجة الحرارة 5/10 ودرجة الحرارة هنا 20. بيقولك في أي الشكلين 1 و2 تكون المسافات البينية بين جزيئات الماء أكبر. كل ما ترتفع درجة الحرارة كل ما طاقة حركة الجزيئات اللي جوه المادة تزيد، وما جزيئات المادة حركتها تزيد تبدأ الجزيئات تبعد عن بعض فالمسافات البينية تكبر. بما ان ده اعلى في درجة الحرارة يبقى ده اكيد اللي عنده المسافات البينية اكتر من ده، يعني المسافات البينية بين جزيئات الماء اكبر في الشكل 2 اكتر من الشكل 1. عند وضع هيدرومتر في مخبار به سائل كان السطح الحر للسائل يقابل العلامة اكس على الهيدرومتر كما بالشكل المقابل. احنا عارفين الهيدرومتر ده الجهاز اللي بيقيس الكثافة، ماشي. فاذا اضيفت كمية من نفس السائل، يعني حطينا سائل وجبنا نفس السائل حطينا منه شويه كمان، طبعا نفس السائل يعني كثافته هياها عند نفس درجه الحراره. ما دام قال لك عند نفس درجه الحراره يبقى ده معناه ان الكثافه هنا ثابته مش متغيره. يعني لو حطينا السائل ده حطينا فيه فوقيه شويه سائل زيه، الاتنين ما فيش واحد فيهم هيطفى فوق التاني، الاتنين هيمتزجوا ببعض. لكن لو كنا حطينا سائل مختلف كانت الكثافه او مثلا كثافته اكبر كان نازل لتحت او كثافته اقل كان طلع لفوق. لكن نفس السائل وفي نفس درجه الحراره يبقى الكثافه ثابته حتى يمتلئ المخبار لما المخبار بيتملى في الاخر. فان السطح الحر للسائل والله بما ان هما نفس السائل ونفس الكثافه ونفس درجه الحراره فالاكس مش هتتحرك هتفضل زي ما هي، يعني هتظل عند العلامه اكس. انما لو حطينا سائل مختلف تاني ممكن الاكس تطلع لفوق وممكن الاكس تنزل لتحت على حسب السائل اللي احنا حطيناه اخف ولا اتقل، ماشي. طب 3 اواني زجاجيه يحتوي كل منها على سائل، استخدم هيدرومتر لقياس كثافه السوائل الثلاثه فكان وضعها عند الاتزان كما بالاشكال التاليه. هنا يا اولاد لو جيتوا تبصوا هتلاقوا هنا العلامه عند الهيدرومتر تحت قوي، هنا اعلى شويه هنا اعلى خالص. احنا اخدنا في الهيدرومتر ان التدريج السفلي هو الاكبر كثافه، ماشي، والتدريج العلوي هو الاقل كثافه. ده معناه ان اكبر كثافه فيهم هو المشاور اللي تحت خالص اللي هو الاحمر، اعلى منه شويه الازرق، اعلى منه خالص اقل منه خالص سوري اللي هو الاصفر، اعلى واحد الاحمر، اقل منه شويه الازرق، اقل منه خالص اللي هو الاصفر. يعني 1 اكبر من 2 و2 اكبر من 3 اللي هي الاجابه ج. طب بيقول لك هنا يوضح الشكل إناءين متماثلين إحداهما به ماء نقي والآخر به سائل، فإذا كانت كفتا الميزان متزنتين في مستوى أفق. يعني إيه متزنتين؟ محطوطين على الميزان وكتلتهم زي بعض، فإن الكثافة النسبية للسائل السائل ده اهو، ماشي، بما إن هما الاتنين محطوطين على الميزان وكتلتهم قد بعض وكثافتهم متساوية، يبقى بس إحنا هنا عشان نحط او نخلي الكتله بتاعت ده قد ده اخدنا شويه ميه، اخدنا سائل كتير قوي، بينما الميه اخدنا منها شويه صغيرين، وده معناه ان كثافه السائل ده خفيفه عشان كده اخدنا منه كميه كبيره، ماشي. الكثافه ما احنا قلنا العلاقه بين الكثافه وبين الحجم علاقه عكسيه، ماشي. الميه عشان كثافتها كبيره اخدنا منها شويه قليلين حجم قليل، انما السائل ده عشان خفيف اخدنا منه كميه كبيره عشان الاتنين يبقوا سوا بعض. فمعنى كده ان الكثافه النسبيه للسائل اقل من الواحد، قليله خالص، اقل من الميه بكتير. طب في الشكل المقابل 3 سوائل لا تختلط ببعضها كله فوق التاني اهو، فان نسبه كثافه السائل اكس الى كثافه السائل واي. طبعا بما ان اكس طالع لفوق يبقى ده الاقل في الكثافه، ماشي، وما ان واي نازل لتحت يبقى ده الاكبر في في الكثافه. طيب كثافة اكس الى واي طبعا اقل من الواحد الصحيح، لو كان قال واي الى اكس كنا قلنا اكبر من الواحد الصحيح. الشكل المقابل يوضح عينة من ماء ترعة موضوعة في كأس مدرج اهي. شوفوا الكأس واقف عند كام؟ عند 60 سنتيمتر مكعب، يعني ده الحجم بتاعه اللي هي مية الترعة. عند وضع هيدرومتر في تلك العينة كانت قراءته للكثافة النسبية 1.2%، فما كتلة عينة مياه الترعة؟ المفروض يا اولاد ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، صح؟ طيب لو احنا عايزين نعمل مثلث عشان نعرف نجيب الكتلة الواحدة، والله ده بسط ومقام، وده اي حاجة ملهاش مقام مقامها 1، نضربهم مقص، ماشي. ده ما بتاخده في الرياضة، اللي بتضرب في 1 هو اللي بتحط فوق في المثلث، يعني الكتلة هي اللي فوق والكثافة والحجم هما اللي تحت. اللي انت عايزه خبيه،
مع العلم ان العلامه دي علامه على والعلامه دي علامه في. عايزه الحجم اخبي الحجم يبقى الكتله على الكثافه، عايزه الكثافه اخبيها يبقى الكتله على الحجم، عايزه الكتله اخبيها يبقى الكثافه في الحجم. هو عايز الكتله اخبي الكتله يبقى الكثافه في الحجم. اعطيني الكثافه بكام؟ ب1.2 والحجم احنا واقفين عند كام؟ عند 60. اضربهم في بعض هيديك 61.2 جرام. طب بيقولك الشكل المقابل يوضح قياس الكثافة النسبية لعينة من سائل. ادي السائل اهو وانا شايفة الكثافة بتاعته اهي ماشي عند 85%. فإذا علمت أن كثافة الماء النقي 1 جرام على السنتيمتر مكعب فإن كثافة السائل تساوي كام؟ هو المفروض بيقولك الكثافة النسبية هنا ده ايه يا ولاد؟ هو المفروض الكثافة النسبية هتساوي كثافة المادة، كثافة ايه؟ المادة أو كثافة السائل ماشي على كثافة المية. الكثافة النسبية هو عطاها لي في المسألة اللي هي هو بيقول لك يوضح قياس الكثافة النسبية لعينة من سائل ماشي. فإذا علمت أن كثافة الماء النقي 1 جرام على السنتيمتر مكعب فإن كثافة السائل تساوي كام؟ هو عايز كثافة السائل ده اهي، وأعطانا الكثافة النسبية هنا 85%، هتساوي كثافة السائل على كثافة المية في 1. يبقى هنا كثافة السائل هتساوي ايه يا ولاد؟ نضرب مقص 85% في 1 هي 85% زي ما هي، بس هنا بالجرام على السنتيمتر مكعب، وهنا مش عاطيني بالجرام على السنتيمتر مكعب، عاطيني بالكيلو جرام على المتر مكعب. طب اعمل ايه؟ اضرب في 1000 عشان احول من جرام على سنتيمتر مكعب للكيلو جرام على المتر مكعب، هتديني 850 كيلو جرام على المتر مكعب ماشي. طب اللي بعدها الشكل المقابل يوضح مكعب مصمت طول ضلعه 2 سنتيمتر عند وضعه على ميزان كانت قراءته 21.6 جرام فإن كثافة مادة المكعب المفروض الكثافة بتساوي يا سنة أولى الكتلة على الحجم، صح؟ كتلة على الإيه؟ على الحجم. طيب هو عطيك هنا كتلة عند وضعه على ميزان كانت قراءته 21.6 وعايز الكثافة. هو بيقول لك فإن كثافة مادة المكعب بتساوي كام؟ الكتلة 21.6. طيب والحجم؟ هو جايب لك هنا طول ضلع المكعب والحجم بتاع المكعب طول الضلع في 4، يعني 2 في 4 ب8 ماشي، اللي هي تدينا كام؟ 21.8 على 6. وطبعا الكثافة هنا هتطلع لك بوحدة الجرام على السنتيمتر مكعب ماشي، تقريبا 2.7 حاجة زي كده. طبعا هنا مش جايب لنا اجابات هنا بالجرام على السنتيمتر مكعب، انا عاوز نحولها للمتر الكيلو جرام على المتر مكعب، فهنضرب في 1000 اللي تيجي تحسبها تلاقيها 2700 كيلو جرام على المتر مكعب. الشكل المقابل يوضح تجربة لتعيين كثافة سائل. فإن كثافة السائل تساوي المفروض الكثافة هتساوي الكتلة على الحجم. هنا الكتلة قبل ما احط السائل 200 جرام وبعد ما حطيت السائل بقت 220. اخد دي ولا دي؟ لا دي ولا دي، اخد التغير في الكتلة اللي هي دلتا ام هتساوي ام2 اللي هي الكثافة رقم 2 ناقص الكثافة رقم 1 اللي هي 220 ناقص 200، يبقى الكتلة عندي هنا ب20 جرام. طيب والحجم اللي هو الفوليوم؟ هنا حجم السائل هنا مفيش سائل، يعني الحجم هنا بصفر لسه ملوش حجم اصلا، وبعد ما حطيناه الحجم وصل ل25، يبقى الحجم هنا عندنا 25 ناقص صفر اللي هو 25 ماشي. اقول له الكثافة هتساوي الكتلة على الحجم، الكتلة طلعت لي ب20 والكثافة طلعت لي ب25. احسبوها على الآلة الحاسبة يا ولاد هتلاقوها تقريبا 8 جرام على السنتيمتر مكعب. هو مش عايز بالجرام، هو عايز بالكيلو جرام، اضربها في 1000 فهتديني في الاخر 800 كيلو جرام على المتر مكعب. طيب بيقولك هنا اي الاشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الحجم بالسنتيمتر المكعب لعينات من ماء نقي كثافته 1000 كيلو جرام على المتر مكعب والكتلة ام بالجرام لهذه العينات ماشي. يعني انا عايز اعرف اي علاقة من العلاقات البيانية ده اهي. طبعا هنا الفي اللي هو الفوليوم الحجم، وهنا الام اللي هي الماس بالايه اللي هي الكتلة بالجرام ماشي. طيب انا عايز اعرف بقى، هو عايز هنا ناخد كل واحد فيهم نحسبه، واللي يطلع لنا المفروض يطلع لنا الكثافة في الحالة دي يبقى 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. احنا في البداية هنجيبها بوحدة السنتيمتر على مكعب، جرام على السنتيمتر مكعب، وبعد كده نحولها لكيلو جرام. طيب هنا يا ولاد المفروض الكثافة بتساوي الماس على الفوليوم ماشي. هنا الماس ب90 والفوليوم ب30.
لو جيت تشوف هيديك 3 جرام على السنتيمتر مكعب. لو ضربته في 1000 هيديك 3000. طبعا غلط، هو عايز الكثافة تطلع ب1000. جرب التانية. 50 على 25، ما دي الماس ودي الفوليوم. 50 على 25 هيديك 2. 2 في 1000 ب2000، وهو عايزها ب1000، يبقى دي برضو غلط. طب 10 على 10 هيديك 1. اضرب الواحد في 1000 عشان نحول من جرام لكيلو جرام ومن سنتيمتر مكعب لمتر مكعب، هيديك فعلا 1000. دي الإجابة المظبوطة. ماشي. هنا بقى 1 على 100 ب1 من 100، اضربها في 1000 هيديك 1 أو 10. ده ما ينفعش، ده غلط. الشكل المقابل يمثل أبعاد جسمين مصمتين A و B لهما نفس الكتلة، لهم نفس الكتلة، فأي الجسمين كثافة مادته أكبر. والله احنا نعرف منين بقى؟ لازم نشوف الحجم هنا قد ايه ونشوف الحجم هنا قد ايه، لأن العلاقة بين الكثافة والحجم علاقة عكسية. يعني لو الحجم زاد الكثافة تقل، أصل هما قالك الاتنين لهم نفس الكتلة. لو كان قال كتلتين مختلفتين كنت قلت لك الجسم اللي كتلته كبيرة كثافته كبير، والجسم اللي كتلته صغيرة كثافته صغير، لكن هما عند نفس الكتلة يبقى ندور على الحجم بقى. طب الحجم هنا بقى هنحسبه ازاي؟ نحسب الطول في العرض في الارتفاع، يعني 2 في 3 في 4، 2 في 3 ب6، 6 في 4 ب24. هنا 5 في 2 ب10، 10 في 2 ب20، يعني ده حجمه أقل من ده. واحنا قلنا ان العلاقة بين الكثافة وبين الحجم علاقة ايه يا ولاد؟ عكسية. كل ما قل الحجم زادت الكثافة، فمعنى كده ان كثافة الجسم A أكبر من كثافة الجسم B. ماشي. طيب بيقولك الشكل المقابل يوضح 4 مخابير A B C D بكل منها سائل، ومسجل أسفل كل مخبار كتلة هذا السائل. فإذا كانت جميع المخابير موجودة في غرفة درجة حرارتها 25، يعني كلهم موجودين عند نفس درجة الحرارة. ماشي. يحتويان على نفس السائل. بيقولك في أي المخبرين اللذان يحتويان على نفس السائل. نعرف إزاي بقى؟ نقيس كثافة كل واحد فيهم، واللي كثافتهم زي بعض يبقى هما نفس السائل. هنا عندنا الحجم واقف عند 100 والكتلة هنا ب100 جرام، يبقى الكثافة هنا 100 على 100 يدينا 1 جرام على السنتيمتر مكعب. طب هنا الكثافة هتساوي الكتلة الحجم، الكتلة هنا 100، الحجم هنا كام؟ 80، هيدينا تقريبا 1.5 جرام على السنتيمتر مكعب. هنا عشان نجيب الكثافة برضو الكتلة على الحجم اللي هي 80 على 100 اللي هي تطلع 1. شوفوها كده، احسبوها على الحاسبة. على 8 فيها الواحد، على الاتنين فيها ال4، على الاتنين فيها ال5. ماشي. احسبوها كده على الحاسبة، تقريبا هتطلع 2 لا أقل من 1 كمان. طب هنا بقى، هنا الكتلة ب80 والحجم برضو ب80، يبقى 80 على 80 هيساوي 1. الاتنين هنا اللي حجمهم قد بعض أو الكثافة بتاعتهم سوري زي بعض، اللي هو ده اهو، اللي هو رقم دي ورقم A، يبقى الإجابة A و D. إنما B و C مختلفين عن بعض. وضع دورق B عينة من ماء البحر على كفة ميزان، فكانت قراءة الميزان لكتلة الدورق والماء معا، الدورق والماء مع بعض 100 جرام. فما الحجم الذي تتوقعه للعينة علما بأن كثافة ماء البحر 1030 كيلو جرام على المتر مكعب؟ ماشي. ما ينفعش نستخدم الكثافة بوحدة كيلو جرام على المتر مكعب وعندنا هنا الكتلة بالجرام. ماشي. لازم نحولها للكيلو جرام. طيب نحولها ازاي للكيلو جرام؟ عشان نحول من جرام لكيلو جرام بنقسم على 1000، يعني الكتلة هنا هتساوي 100 على 1000 اللي هي هتساوي 1/10 جرام. ماشي. المفروض يا ولاد بقى في المثلث اللي احنا لسه قايلينه ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم. ماشي. فبالتالي الكتلة هتبقى فوق والكثافة والحجم هيبقوا تحت. انا عايز الحجم يبقى تبقى تساوي الكتلة على الكثافة، اللي هي 1/10 على 1030. هتلاقوا الرقم طلع صغير قوي، اقل تقريبا 9.7، اللي هي عندنا في الاجابات اكبر من 97. لا 97 بالظبط، لا اقل. هي طالعه 9.7. ماشي. طيب الشكل المقابل يوضح إناء يحتوي على كمية كتلتها M من سائل X كثافته النسبية 2. إذا أضيف إلى الإناء كمية كتلتها M من سائل Y كثافته النسبية 1، يعني Y أخف من إيه؟ من X، ولا يمتزج مع X. يعني لو حطينا الواي على الإكس، الواي هيطلع لفوق والإكس هينزل لتحت. فإن مستوى سطح السائل واي يستقر فين بقى؟ احنا عندنا هنا يا أولاد اللي جايبها لنا ده هي كتلة كمية أو مادة اللي هي M.
ماشي، هو ناج يحتوي على كمية كتلتها ام من سائل. ماشي، ده سائل اكس اللي هو شوية المية دول، ده سائل اكس كتلته بتساوي ام. ماشي،